نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها كارين وبتكون نايمة جنب جوزها أوتو، وفجأة بتصحى كارين من النوم وهي مخضوضة، وكانت بتحلم إنها قتلت واحدة اسمها جينا. بس جوزها بيقوم وبيطمنها وبيقول لها يا ست ما تقلقيش، ده مجرد كابوس مش أكتر، وبيخليها تهدى بقى بس بطريقة 4-4-2. المهم تاني يوم بتصحى كارين وبتعمل قهوتها، بس كانت بتترعش ومتوترة جدا، وبتدخل بنتها جوردن وبعدها بيجي أوتو، وبتبدأ جوردن تجهز عشان تروح المدرسة. وبعد شوية بتيجي صاحبتها وبتسلم على أوتو بطريقة غريبة، والبنت ما كانتش شافت يعني بجنيه وربع تربية، وبتفضل تعاكس فيه. بس بتيجي كارين وبتقول لها لم نفسك شوية يا أختي، وبتتحرك وبتاخد جوردن وبيروحوا المدرسة. وكارين بتروح على شغلها، بس وهي رايحة بتشوف إعلان عن بنت مفقودة، والصدمة بقى إن البنت دي بتكون نفس البنت اللي حلمت بيها إنها قتلتها. فبتاخد الإعلان وبتدخل الشركة وبتبدأ تسرش على صورة البنت دي، وبتعرف إن اسمها جينا، وبتفضل تكلم نفسها وتقول هي لا مش هي، لا هي أنا متأكدة. فبتيجي مديرتها وبتقول لها هي مين يا بنتي، وبتتخض كارين وبتقفل اللاب بسرعة. فالمديرة بتقول لها لا ركزي بقى كده معايا، مستر لي جاي في السكة وعندنا اجتماع مهم، وانت عارفة ان الصفقة دي مهمة بالنسبة لي قد ايه، وبتأكد عليها تركز جدا وما تتوترش وتبوظ الدنيا. فبتقول لها عيب عليك يا إدارة، كله هيبقى تحت السيطرة. وبعد شوية بيوصل مستر لي وبتفضل كارين تتكلم معاه، بس فجأة بتشوف نفس البنت واقفة قدامها وبتتوتر وما بتكملش كلامها. ولما بيفضل يسألها مستر لي ما بتردش عليه، والمديرة كانت عايزة تولع فيها. ولما بيندهوا عليها بتفوق وبتقول لهم انها محتاجة تشطف في وشها. ولما بتدخل الحمام بتتصدم لما بتلاقيها وراها، بس لما بتلف بتلاقيها اختفت. ايه ده بقى؟ فبتقرر انها تاخد بعضها وتروح احسن. ولما مديرتها قالت لها بوظت لي الدنيا، اعتذرت لها وقالت لها انها عايزه تمشي، وفعلا بتسيب المديره تكلم نفسها كده. اما جوردن كانت واقفه مع صاحبتها، وصاحبتها بتقول لها ان الرجاله كلها بقت غبيه اهو انتي عشان ما تجمعيش تاني. المهم انها بتقول لها انها عايزه واحد زي اوتو ابوها. جوردن قالت لها اسكتي بقى عشان كلامك هيخليني اجيب اللي في بطني عليكي. في الوقت ده كارين بترجع البيت وبتقعد تتكلم مع اوتو وبتقول له انها قتلت حد. فبيقول لها ابوس ايدك بصوابعها ال10 ما تتعبنيش، دي مجرد اوهام مش اكتر، ما تركزيش انت بس في الموضوع ده كان مجرد كابوس. بس هي بتطلب منه انه يعالجها نفسيا زي ما بيعالج المرضى بتوعه بالتنويم المغناطيسي، بس هو بيرفض وبيقول لها ارحميني بقى، انا ما بصدق اروح عشان افضي دماغي من اللي بشوفه، ارجع اعالجك في البيت. بس ما بتهمتش وبتفضل تتحايل عليه، وعشان يخلص من زنها بيوافق وبيطلعها على الاوضه اللي بيكون فيها الجهاز، وبيبدأ يهيئها وبيقول لها انها تثق فيه وتبص على الجهاز. وفعلا بتسمع الكلام وبيبدأ اوتو انه يعد من 1 ل10، ووقتها بتشوف جينا وهي بتصرخ وهي فعلا بتموتها. بس بعدها بتفوق وبتلاقي نفسها واقفة على جسر عالي وبتكون عايزة ترتاح من هم الدنيا. بس في دكتور اسمه هيو بيشوفها وبيحاول انه يساعدها انها تهدى شوية، لكن كارين بتقول له انها مش عايزة تموت، واصلا ما تعرفش هي جت هنا ازاي، وبتعرفه انها بتخاف من المرتفعات اساسا. فبيساعدها هيو عشان تنزل من على الجسر، واول ما بتنزل بتسأله هي جت هنا ازاي. فبيقول لها المفروض ان هو اللي يسألها السؤال ده، وبيشاور لها على عربيتها وبيسألها لو كانت العربية دي بتاعتها، فبتقول له ايوه. فبيرد عليها بانه دكتور وممكن تكون بتمشي وهي نايمة. كارين ما بتقتنعش قوي بس بتقول له انها هتروح، لكن هيو ما بيوافقش وبيقول لها انها مش هينفع تروح لوحدها، وبيصمم انه يوصلها. وفعلا بتوافق، واول ما بيوصل البيت عند كارين بيلاقي الشرطة هناك، وبتدخل كارين وهي مرعوبة وبتلاقي اوتو واقف هو وجوردن. والمفاجأة بقى ان اوتو بيقول للشرطية ان كارين قتلت جينا، وبيسمعها التسجيل اللي هو سجله لها وهي بتعترف بيه، وهي كانت مصدومة ومش عارفة ايه اللي بيحصل. والشرطية بتقول لها ان جوزك بلغ انك مفقودة، ولما دورنا في حاجاتك لقينا جثة بنت عندها 18 سنة. وفعلا بتفتكر كارين انها بتجر جثة، والشرطة بتقبض عليها، وبتفضل جوردن تعيط وتقول اكيد في حاجة غلط، بس بيهديها اوتو وبياخدها في حضنه. اما كارين المحققة بتحقق معاها وبتقول لها ان كل الادلة بتدينها، وان كمان البصمات بصماتها، وبتفتكر كارين نفس الذكرى اللي دايما بتشوفها. وتاني يوم بتروح المحامية واوتو السجن عشان يشوفوا كارين، والمحامية بتقول لها ان المديرة بتاعتها اعترفت انها شافتها بتتخانق مع جينا اليوم اللي اختفت فيه. فبتتصدم
وبتقول لها انها اصلا ما تعرفش جينا، وبتعرف كارين انها هتتسجن 25 سنة وبتتجنن حرفيا، وبتتخانق مع اوتو لما بيقول لها انه متضايق من اللي هي عملته وانه خايف على بنته منها. ولما بيمشي بتنهار كارين وبتفضل تفتكر لحظات للبنت اللي قتلتها، وبتظهر قدامها وبتقول لها انت قتلتيني ودفنتيني، وبتقوم وهي مصدومة وبتفضل المحامية تسألها انت كويسة، وفجأة بتمسك القلم وبتغرزه فيها، والكل بيتلم عليها وبيطلبوا لها الإسعاف بسرعة. في الوقت ده كان أوتو رجع البيت، ولما جوردن بتسأله عن أمها قال لها إنها مش هينفع تشوفها، وبيقول لها إن عقلها ساح منها شويتين ودماغها بقت واخدة من العمومي، وإنه خايف عليها تشوفها الفترة دي، وبيوعدها إنها أول ما تخف وتعقل هيخليها تزورها. وبتتصل بيه المحامية وبتعرفه باللي حصل. أما كارين بتفوق وبتلاقي نفسها لسه في العربية، وبسرعة بتاخد الصاعق وبتضرب الاتنين، وبتاخد لبس واحد منهم وبتنزل تهرب، وبتاخد بعضها على الشركة اللي بتشتغل فيها، وبتشغل الإنذار وبتخلي كل الموظفين يخافوا ويمشوا. وبعدها بتدخل للمديرة وبتسألها بقى الكلام اللي شهدت بيه في الشرطة ده صح ولا لأ. قالت لها انت ليكي عين تيجي هنا بعد ما خربتلي الشركة؟ كارين اترجتها وقالت لها انت فعلا شفتيني وانا بتخانق معاها؟ قالت لها انها شافتها وهي فاتحة صورها على النت، والاتنين بيتخانقوا مع بعض، وبتخبط المديرة في المكتب بالغلط، فبتتصدم كارين وما كانتش عارفة تعمل ايه، وبتاخد فلوس من شنط الموظفين اللي جريوا وانظرن على طول. والناحية التانية صاحبة جوردن بتعدي عليها، ولما نزلت بتشوف ابوها بيقول لها كلمة في ودنها، وبتتضايق وبتنزل وكان باين على وشها، وهما بيمشوا بالعربية من هنا وكارين بتدخل البيت من هنا. وأوتو كان بيكلم المحققة وبتسأله لو كارين رجعت البيت ولا لا، فبيقول لها انه ما شافهاش، بس فجأة بتظهر في وشه وبيقفل مع المحققة من غير ما يقول لها انها جت، وبتقول له كارين شفت المديرة طلعت بتكذب على الشرطة، انا سألتها بنفسي. فبيقول لها طب اهدي كده وصلي على النبي وفهميني هربت ازاي. ولما بتحكي له قال لها انها لازم تسلم نفسها، انت مريضة يا بنتي ومحتاجة تتعالجي، والشرطة لما تعرف حالتك مش هتسجنك. فبتتخانق معاه وبتقول له انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت اكيد لسه بتخوني وعشان كده عايزني اسيبها لك مخدرة. قال لها انت عمرك ما هتتغيري، هتفضلي يتهيألك كده لحد امتى؟ وبيقول لها تقعد عقبال ما يجيب لها مية. وهنا بقى يا عزيزي كانت المفاجأة. بتلاقي كتاب على مكتبه بيتكلم عن التنويم المغناطيسي وازاي تقنع حد بذكريات معينة، وبتتصدم وبتفهم ان جوزها هو اللي عمل فيها كده، وهو بيحط لها دواء في كوباية المية. ولما بيرجع لها بتقول له انا فهمت كل حاجة، ده الكتاب اللي بتضحك على المرضى بيه صح؟ قال لها ما ترحميني بقى، الكتاب ده شفتيه قبل كده 100 مرة. قالت له انت كداب، وانه اكيد هو اللي كان يعرف جينا وهو اللي زرع في مخها الذكريات دي. بس بيتفاجئ ان الشرطة وصلت وبتخاف وبتاخد بعضها وانظرن على طول، وهو بيبهدل المكتب عشان يعني يقول انها هجمته. والحزينة دي بتطلع ناحية حمام السباحة وبتبدأ بقى تفتكر اللي حصل واحدة واحدة. ووقتها شافت المنيل أوتو وهو واقف مع جينا اللي قد بنته، وبيتصدم وبيقول لها ايه اللي جابك؟ هو انت مش معادك بكرة؟ جينا قالت له نهارك مش معدي، هو انت متجوز؟ ده انا هفضحك وهخلي سيرتك على كل لسان. فبيجري المعلم وراها وبيضربها قبل ما تمشي. ولما قالت له كارين عملتي ايه؟ قال لها ما كانش في حل تاني. وبعدها بيهددها انها تلف جثتها وكمان تسحبها وتخبيها في الأوضة اللي جنب حمام السباحة. وبتتصدم وبتاخد بعضها وانظرن على بره، وساعتها المحققة بتفضل تدور عليها بس بتكون مستخبية. وبعدها بنشوف جوردن وهي بتواجه ابوها وانه على علاقة مع صاحبتها، وبتفضل تعيط وتقول له ان امها استحالة تقتل، وبتتهمه انه خان كارين. فبيقلب على وش الملاك البريء وبيقول لها فعلا كنت امك زمان، بس جينا كانت مريضة عندي، ولما كارين شافتها غارت منها عشان صغيرة وافتكرت ان على علاقة بيها وعشان كده قتلتها. وبيقول لها ان امها مريضة وان عقلها مفوت منها حبتين تلاتة وان مخها محتاج ويندوز جديد. بتعمل العملة وبتنسى انها عملتها، وبيفكرها بمواقف كتيرة امها عملتها، وبيقول لها انا عارف انك مصدومة من اللي بيحصل، انا عندي علاج يخليكي تنسي الذكريات المؤلمة دي، انت بس خليكي واثقة فيا. في نفس الوقت بيكون الدكتور هيو في المستشفى وبيفتكر كارين وبيعرف انها اتسجنت، والدكتورة اللي معاه بتقول له ان جوزها الدكتور النفسي اللي اسمه اوتو وبيعرف يعمل تنويم مغناطيسي. فبيشك الدكتور على طول وبيقول ان ملامح وش كارين دي لما شافها على الجسر ما كانتش ملامح واحدة عايزة تخلص من حياتها. وبيتصل على المحققة وبيحكي لها الموقف من وجهة نظره، وان يعني كارين ما كانتش في وعيها. فبتقول له المحققة انها عايزة تقابله ضروري. ولما بيخرج من المستشفى بيلاقي كارين قاعدة مستنياه
وبتهدده وبتركب العربية وبتعرفه إن جوزها هو اللي قتل جينا عشان هي قفشتهم سوا، ووقتها جينا كانت عايزة تفضحه، وبتقوله إنه يتحرك على مدرسة بنتها. ولما بيوصلوا بيدخلوا يدوروا عليها، وفعلا بتشوفها وبتجري عليها، لكن بتتصدم لما بتلاقيها خايفة منها وما كانتش عايزة تتكلم معاها نهائي. وأمن المدرسة بيوصل وكان عايز يمسك كارين، بس هيو بيزقه وهو اللي بيكلبشه، وبعدها بياخدوا بعضهم وبيجروا بسرعة. وبتوصل المحققة وبتحقق مع جوردن، وبتستغرب لما بتقول لها إن كارين عايزة تأذيها. ولما سألتها هي عملت لك حاجة قبل كده، قالت لها لأ، ولسه هتكمل أسئلة بيوصل أبوها وبياخدها وبيقول للمحققة إنها ما ينفعش تحقق معاها. وبعد شوية بيروح الضابط وبيوري المحققة فيديو، ولما بتعرف إن الدكتور ساعد كارين بتقرر تروح على بيته. في الوقت ده كانت كارين في بيت الدكتور وبيديها هدوم من هدوم الإكس بتاعته، وبتقول له إن جوزها قتل جينا وإنه بعدها مسح لها ذاكرتها وخصوصا الوقت اللي قتل فيه جينا. ولما بدأت تحلم بيها وتفتكر اللي حصل كان بيديها علاج عشان تشوف ذكريات معينة، وبعدها اداها علاج عشان تخلص من الدنيا كلها. وبلغ الشرطة وقال إنها قتلت جينا، وسمعهم كلامها معاه وهي بتحكي له على الحلم، وبتقول له إنها خايفة على جوردن عشان قدر يتحكم فيها، ولما بيلاقيها بتنزف بيصمم يعالجها. وبعدها بتشكره وبتقول له إنها هتمشي عشان تدور على أي حاجة تكشف بيها جوزها. بس فجأة الشرطة بتيجي وطبعا بيضطروا يهربوا بسرعة، بس بيكون نسي مفتاح العربية جوه البيت، فبيزود البلاطين وبياخد عربية من عربيات الشرطة. بس المحققة بتشوفهم وبتقول لكارين تخرج من العربية، بس كارين بتقول لها انها لازم تروح وتنقذ بنتها. على الجنب التاني بقى بيكون اوتو بيعمل تنويم مغناطيسي لجوردن، بس صاحبتها بتدخل البيت وبتشوفه وبسرعة بتاخد السلاح وبتهدده وبتقول له يوقف الجهاز المهبب بتاعه ده. وبيقوم اوتو بيروح ناحية الجهاز، بس بيطلب من جوردن انها تاخد السلاح وفعلا بتاخده، وهو بيضرب صاحبتها وبيغمى عليها. في الوقت ده بيكون هيو وكارين بره قدام البيت، وكارين بتقول له انه هيدخل يلهي اوتو عقبال ما هي تطلع تجيب جوردن وصاحبتها، وبتقول له يسجل الكلام اللي بينه وبين اوتو. ولما بيدخل يتكلم معاه اوتو بيعرف انه بيسجله وبياخد الموبايل وبيكسره. ولما جوردن بتروح تشوفه بيخليها هي اللي تقتل الدكتور، وبعدها بيقول لها خليكي واثقه فيا وانها تخش تقعد جوه تستناه. ولما بتدخل كارين بتحط قدامها الجهاز بتاع التنويم وبتخليها ترجع لعقلها، وبينقذوا صاحبتها وبينزلوا يكتفوا اوتو لحد ما الشرطه بتيجي وبيحكوا لها على كل اللي حصل. والمحققه اخيرا بتقبض عليه، بس كمان بتاخد جوردن وكارين عشان ياخدوا اقوالهم. وبعد فتره بنشوف كارين وهيو سوا، وبنعرف ان الصدفه اللي جمعتهم دي كانت السبب في انهم يحبوا بعض، وده اكيد كان متوقع. والغزاله بقت رايقه على الاخر والدنيا كانت جميله وقشطه صباح الفل، وبيخلص الفيلم على كده. اظن الواحد لو صحى على كابوس وحش بقى يدور في العيله يمكن يلاقي فيها دكتور نفسي. اللايك يا عزيزي، وما تنساش تقول لي رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.